السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن الجار الجوافية، وهي العمليات الخدمة اللي احنا هنقوم بيها سواء على التربة أو سواء على الجار. وإن شاء الله يكون موضوع الحلقة مبسط ويكون دقائق قليلة طبعا عشان نقدر نستفاد بأكبر كمية، ونحاول لنا أوصل المعلومة بأقل تكلفة إن شاء الله. وهنتابع مع حضراتكم طبعا الاشجار وانا بشرح ان شاء الله، ونحاول ان شاء الله يكون الفيديو ممتاز. وطبعا ما تنسوناش طبعا بتعليقاتكم واضافه لايكات، وطبعا دعم في القناه، وما تنسوش الاشتراك في القناه حتى يصلكم منا كل جديد. طبعا زي حضراتكم شايفين اشجار الجوافيه. طبعا احنا هنا المفروض هنبدا عمليه تخلص من الحشائش وازاله الحشائش من الارض، طبعا عشان نحاول ان احنا نواكب الاصابه بالحشرات او الاصابه بدودة الحي. وطبعا هنبدا ري طبعا ان شاء الله نحاول نضيف سلفات بوتاسيوم معدل 2 شكاره او 3 شكاير لكل فدان، ونحاول نضيف معاهم حطة نيتروجين حوالي 100 كيلو أو 150 كيلو لكل فدان حسب احتياج الأرض أو وجود اللون. طبعا زي ما حضرتك شايفين هنا ابتدت عندي ظهور تجرين أو ثمار جوافية ابتدت تظهر عندي. وطبعا المفروض ان انا هبدا تحفيز بردك برش المركبات الفوسفوريه. طبعا هرش فوسفايد بمعدل رتل لكل 600 رتل، وهنحاول نضيف معاه معدل حوالي رتل احماض امينيه، بحيث ان انا يكون عندي الرشه متناسقه ان شاء الله، يعني يبقى عندي اللون الاخضر تمام، ويكون عندي هنا بردك النمو الثمري بردك يكون متوازن مع النمو الخضري. طبعا في بعض المشكله طبعا هواينها الاخوه المشاهدين، هي طبعا انا بلاحظ ان القلب عندي ابتدى يربط، او عندي القلب هنا ابتدى مفيش عمليه تفتيح للاوراق. طبعا ديت اصابه بالبياض الدقيقي. المفروض ان احنا هنبدا رش طبعا ماده التوبسين بمعدل 400 جرام لكل 600 لتر مياه، زي ما انتم حضراتكم ملاحظين اهي ظاهره هنا زايده كبيره، ابتدت عندي ان في اوراق ابتدت ان هي تموت. طبعا استخدم ماده التوبسين زي ما احنا قلنا 400 جرام لكل 600 لتر مياه، وهنضيف معاهم مبيد الاكاروس طبعا لان في باين عندي ظهور الاكاروسات. وبعد كده طبعا هنبدا الرشه الثانيه، هنحاول ان احنا نرش ان شاء الله يعني ماده المزبلان بمعدل 3 تذاكر، يعني 150 جرام لكل 600 لتر مياه. وان شاء الله يعني موسم خير وبشاير خير ان شاء الله، لان ابتدت عمليه التقريم هنا يعني محفزه جدا بسم الله ما شاء الله. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات اخرى، ونحاول برضك نوضح لكم ايه هي الامراض وازاي اللي احنا نقدر نواقي منها. وان شاء الله منتظر تعليقاتكم في الرسائل، ولا تبخلوا علينا طبعا بالتعليقات او لايك، وما تنسوش طبعا دعمي واشتراكي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.